احيانا وانت بتقلب بتشوف فيديوهات من النوع اللي انت شايفه قدامك ده وما بيجيلكش اي افكار، عادي جدا. ولكن تخيل شاب من تايلاند جات له فكرة جهنمية يرتكب بيها جريمة ما يتمسكش بيها لحد النهاردة. ايه تفاصيلها؟ ايه دوافعه؟ ازاي جات له الفكرة؟ وفين الادلة على كل جريمة هو ارتكبها؟ والاهم من ده كله ان نفس المجرم ده اتمسك بدون اي دليل على جريمته، وهو اللي اعترف على نفسه بنفسه. قصتنا النهارده من جنوب تايلاند، الشاب صغير في السن اسمه سولي، وده محور حديثنا النهارده. سولي كان شاب صغير من أسرة متوسطة الحال في عمر 10 سنوات. شاف أبوه في منظر لا يحسد عليه، والمنظر ده أنا بقول لك قبل القصة ما تبدأ إن ده سبب القصة بتاعتنا النهاردة وسبب ارتكابه لكل الجرائم. أبو سولي كان مديون ل5 من أصدقائه بمبالغ نقدية كبيرة جدا لأنه كان مدمن قمار. وموضوع إدمان القمار ده إحنا هنعمل له حلقة مخصوص، لأن عندنا ما شاء الله كمية ناس مدمنين على القمار، والموضوع مش واخد اي شعبية ولا حد بيتكلم فيه ولا حد بيوضح اي حاجة عنه، فبعون الله هنعمل له حلقة مخصوص. ابو سولي بقى كان مديون ل5 دول مبالغ كبيرة جدا، مرة في التانية في التالتة المبالغ بدأت تزيد منه لدرجة ان هم دايما كانوا بيخبطوا عليه في بيته، بيتهجموا عليه وعلى مراته وعلى سولي، وكان الموضوع صعب جدا. وكان سمعة سولي وابوه وامه في المنطقة اللي هم كانوا ساكنين فيها كانوا معروفين، محدش بيرضى يسلفهم، محدش بيرضى يعزهم، محدش بيرضى يصاحبهم، محدش بيرضى يقعد معاهم، لان موضوع ادمان القمار ده بيعزل الشخص المدمن عن باقي البشر. اخر يوم سولي شاف ابوه كان اليوم اللي كان واقف مع ال5 اصدقائه اللي كان مديون لهم، وكان الحوار بينهم فيه مشادة كلامية جامدة جدا، والموضوع كبر منهم لدرجة ان هم ضربوا ورفعوا اسلحة عليه وفضلوا يضربوا فيه لحد ما تم القضاء عليه وتوفى في وقتها. سولي طبعا ما حبش انه يسيب حقه فتهجم عليهم وبتاع، ودارت مشكلة وحكاية كبيرة، فامه تعبت جدا. هو راح الاصلاحية او دار الاصلاح بتاع عندهم ليها مصطلح تاني، بالمصطلح بتاعنا هي اسمها دار الاصلاح، وفضل هناك لحد ما تم 18 سنة. وفي الاصلاحية دي اتعرف على شوية اصدقاء، منهم السوي نفسيا ومنهم اللي مش سوي نهائي. واثناء وجوده في دار الاصلاح بعد ما اتعرف على شوية اصدقاء وبدأوا يدردشوا مع بعض، ففضفض لهم وبدأوا يخططوا مع بعض هم ازاي يبدأوا ينتقموا من اللي قتلوا ابو سولي. وكل واحد قال فكرة معينة وكل واحد قال موضوع معين، وفي الاخر ما فضلش وصفصف في ال8 سنين اللي قضاهم في دار الاصلاح الا صديق واحد، وهو كان الاقرب ليه. والشخص ده كان متربي في اسرة بتعشق تربية الكلاب، وعندهم مراكز تدريب وتأهيل للكلاب، كان هي يعتبر ده البيزنس بتاع عيلتهم، كان عندهم زي مزارع للكلاب. وطبعا من كتر الكلام مع بعض وبدأوا يخططوا ازاي ينتقموا لابوه، هو برضه كان بيحكي له وقعد يكلمه عن الكلاب وحبه للكلاب وازاي يهتم بالكلاب وازاي يرتبط بالكلاب وازاي يربي الكلاب وازاي يعالج الكلاب، لدرجة ان هو بقى عنده خبرة وعنده معلومات قوية جدا، لدرجة ان هو اول ما خرج من دار الاصلاح فتح مزرعة كلاب عن ورث كانت امه سايبهوله من اهلها مش من جوزها، ووالدته كانت اتوفت في دار الاصلاح اثناء وجوده فيها. عمل المزرعة وبدأ يقعد فيها، حاول يجيب ناس ويلم ناس ويعرف الناس بالمزرعة ويحاول يعمل طرق دعاية واعلان كتير عشان الدنيا عنده تشتغل ويبدأ ياكل عيش بعد ما خرج. والدنيا معاه مشيت زي الفل، جاله زباين كتير وجاله كلاب كتير، والموضوع وسمعته بقت كويسة جدا في موضوع تدريب الكلاب، موضوع علاج الكلاب، موضوع الاهتمام وتوليد، كان يعني موضوع الكلاب ده موضوع كبير جدا. والكلام ده لمدة سنة كان مستني صاحبه يخرج من دار الاصلاح، هو كمان كان هو اصغر منه بسنة. خلال ما هو مستني صاحبه عشان يبدأوا ينفذوا الخطط اللي هم مجهزينها للقضاء على ال5 اللي قتلوا ابوه، جات له افكار تانية خالص ملهاش اي علاقة باللي كان مخطط ليه نهائي. بيقلب على النت عادي، شاف الجهاز اللي قدامك ده، طلبه، اشتراه، حطه في المزرعة، قال لك انا هجيبه بنية او اظهر للناس ان انا بجيبه بنية ان انا بشتري فراخ بفرمها وبأكلها للكلاب عشان الكلاب تستفيد، قصة كبيرة او حجة قالها للناس اللي شغالين معاه في المزرعة، قالها للناس اللي حواليه، عشان برضو يعني ليه تجيب حاجة زي دي في مزرعة كلاب ملهاش اي 30 داعي. الناس بتجيبها زي ما بيشوف الفيديوهات ان هي بتفتت حديد، بتعمل خردة، مليون سبب، بس ملهاش علاقة بمزرعة كلاب، ملهاش علاقة بفرم فراخ. في الظاهر هو جايب المكنة دي عشان خاطر المزرعة، ولكن في الباطن وتفكيره اللي غير سوي نفسيا انه جايب الجهاز ده عشان يستغله في اخفاء جريمته مع اللي قتله
ابوه. قبل ما ابدا احكي لك على التفاصيل وازاي قدر انه يقضي عليهم وياخد حق ابوه فعلا، اللي هو مش صح انه ياخده بالطريقه دي طبعا، ولكن انا هقول لك ان تم اكتشاف الجريمه بطريقه غير متوقعه، بطريقه انا ما اتوقعش ان في حد ممكن يكتشف جريمه اصلا بالطريقه دي. وعشان كده قلت لك في اول الفيديو رب صدفه خير من الف ميعاد. الخمسه اللي ابوه كان مديون لهم وقتل ابوه، اولهم تاجر قطع غيار، وده اغنى واحد فيهم، وده اكتر واحد كان مسلف ابوه فلوس. اما التاني فصاحب مول وعنده شركة استثمارات كبيرة، فمستثمر يعتبر بيرمي فلوس هنا وفلوس هنا كان غني جدا وعنده ولاء واهتمام ببعض المشاريع، ودايما بيحب الاستثمار وبيتطلع لاي نوع من الاستثمار الجديد. اما التالت فعنده مذبح فراخ وتلاجة مجمدات كبيرة جدا في تايلاند. اما الرابع فهو تاجر سيارات ومدمن على القمار، دلوقتي اصبح سمسار، كان عنده معارض سيارات وكالات من شركات، اما حاليا اصبح ان هو يعتبر سمسار، يجيب عربية مستعملة يبيعها لواحد تاني بفرق سعر، كان قصة كده. اما الخامس ده كان مسجون، ومسجون في ايه؟ في قضية قتل ابوه، ابو سولي. مين اللي شال الليله؟ صاحبهم الخامس، اللي اصلا الاربعه التانيين قطعوا علاقتهم بيه، او كل فين وفين لما يبعتوا له زياره يبعتوا له حاجه وقالوا له شيل انت الليله واحنا هنقوم باهلك. نيجي بقى عند اول واحد، ازاي قدر يقضي عليه؟ بدأ يدرس يومه، بدأ يراقبه، بدأ يعرف الاسبوع بتاعه بيبقى ماشي ازاي، بيسهر فين، بيروح فين، بيجي منين، بيروح المحل امتى او بيروح الشركة امتى، بيقفل امتى، كل التفاصيل دي عملها. واكتشف انه في يوم في الاسبوع معين بيروح يسهر في نايت كلاب وبيحب واحدة معينة من البنات اللي شغالين هناك، فبدأ ان هو يتعرف عليها ويصاحبها ويديها فلوس كتير كمان، ويعني قرب منها بطريقة كبيرة. والامتع في بداية تعرفه على البنت ديت انه اكتشف ان عندها كلب من الكلاب اللي موجودة عنده جوه المزرعة، فبدأ يعمل صداقة قوية مع البنت دي. وبعد كده قال لها انا عندي طلب ليكي، في شخص نفسي اتعرف عليه، شخص نفسي اقابله، ولكن انا مش حابب ان انا اقابله وهو شايفني، عايز اعمل له زي مفاجأة. طب ازاي؟ طب ليه؟ من هنا بعد ما اقنعها بتفكيره الشيطاني قال لها انا هديكي منوم تحطه له في المشروب بتاعه لما تجيبيه عندك للبيت. وعادي طبعا ان هي تجيبه عندها البيت، واحده شغاله في نايت كلاب اكيد يعني مش هتوديه في مكان تاني، هتاخده على البيت. ولما طلب منها الطلب ده قالت له اوكي على طول، وكمان ما رضيتش تاخد منه فلوس برغم ان هي كلبة هدايا. جابته، خدرته، ظبطت الدنيا، رنت على سولي، فتشت الراجل ودلعت نفسها ورضت نفسها برضه. وسولي جه خده يا معلم ودع المزرعه بتاعت الكلاب بتاعته، قال له انا فلان الفلاني، انت عملت مع ابويا كذا وكذا وكذا وكذا، انا قضيت 10 سنين في دار الاصلاح، انا امي ماتت وما حضرتش عزاها. بدا يشكله همه ويفضفض باللي جواه قبل ما يقتله وهو مكتفه. بعد كده قال له انا مش هقتلك، انا مش هموتك، انا هفاجئك. وفعلا مفاجأة. انا بالنسبة لي ان حد يبدأ انه يرتكب جريمة بالطريقة دي فدي مفاجأة قوية. مسكوا، علقوا، نزلوا في الجهاز اللي بيفرم المكن والعجل والحديد والكلام ده كله، طلع لحمته اداها للكلاب، ولا من شاف ولا من دري. اوسخ جرد المية عنده قام دلقه في المكنة نطفت، شكرا روح نام خلاص. خد طربه من اكتر واحد كان مديون له. تخيل مستوى الصياعة في التفكير والشر انه يبدأ او يبدع في الطريقة اللي ياخد بيها طار. اما التاني المستثمر صاحب المول واللي عنده اراضي واللي بيدور على اي حاجة استثمارية رهيبة، عرف يوصل له ازاي واستدرجه ازاي؟ دي بقى القصة والفيلم هنا. الشخص ده كان موجود في ولاية تانية او محافظة تانية في تايلاند. سولي من الصحاب اللي اتعرف عليهم في دار الاصلاح ان في شخص كان بيحب الكمبيوتر، فركب موبايل الشخص ده وبدأ يجيب اخباره اول باول لسولي، لحد ما اكتشف في يوم من الايام انه جاي نفس الولاية بتاعتهم، وانه جاي يستثمر، وانه جاي يقضي مصالح كبيرة. فجاي ما عندوش بيت، فهيقيم فين؟ هيقيم في فندق. هيحتاج ايه؟ انه يتحرك، هيحتاج عربية، ولكن هو مش هيسوق بنفسه فهيحتاج شركة سياحة. فسولي راح
قدم في شركة سياحة المتعاقدة مع الفندق اللي هو حجز فيه قبل ما يوصل، واشتغل سواق على عربية فخمة عشان اول ما يجيله اوردر ان فلان الفلاني هيتحرك ويبقى عارف مواعيده فيقرر انه يكون موجود في المنطقة ديت، فهو اللي ياخد الاوردر او امر التشغيل عشان يوصله من المكان ده للمكان التاني اللي هيحصل فيه الديل واللي هيدفع فيه الفلوس واللي هيخلص فيه الارض. هو ما كانش يعرف انه معاه شنطة فلوس، هو كان عامل حسابه ان هيقضي مصلحة بتحويل بنكي، هيكتب شيك عادي، الموضوع بسيط. واللي مخطط له سولي حصل بالظبط. بعد ما راح له الفندق خده قال له نورت يا فندم واهلا وسهلا، ركبوا العربية خده واتكل على الله من هنا. بدل ما يطلع على طريق المكان اللي فيه الديل حط حاجة على وشه فاتخدر تماما ونام في العربية. خده على المزرعة رماه، ظبط نفسه وكتفه وخلص كل حاجة ولقى معاه شنطة فلوس. ودي الصدفة اللي هتخدم سولي في المراحل الجاية. بعضه ورجع العربية لشركة السياحة، سألوه عن العميل اللي كان معاه، قال لهم انا خدته وكنت رايح بيه المشوار وقال لي نزلني في نص الطريق عايز اتغدى، وقال لي تعالى اتغدى معايا، وقال لي خلاص امشي انت. الموضوع قال لك ايه ان هو سابني في نص الطريق ونزل، خلاص مفيش مشكلة. فراح سلم عهدته وبعد كده اشتغل اسبوع في الشركة دي وقدم استقالته لاسباب صحية. وبعد ما رجع اول يوم من الشغل رجع بقى للشخص ده قال له انا فلان الفلاني، انتوا عملتوا كذا مع ابويا، نفس اللي قاله مع صاحب ابوه الاولاني هو نفس اللي قاله للتاني، وقال له انا هفاجئك، وقام ماسكه معلقه ومنزله برضه في المكنه، فربه اكل الكلاب، امسك يا معلم شويه الميه اغسل المكنه شكرا للتحيه. يعني ايه الفكره دي؟ ايه التفكير الشيطاني ده؟ قبل ما اخش على الشخص الثالث وازاي استدرجه وقدر يقضي عليه، وده بالنسبه لي قصه كبيره والموضوع اللي حصل في استدراجه صعب قوي، عايز افكرك انك لسه ما عملتش اللايك ولا دايس اشتراك في القناه ولا متابع كل حلقه بننزلها كل اسبوع، فدوس اللايك قول لي رايك في الكومنتات او وانا بكمل لك باقي القصه. الشخص الثالث اللي هو صاحب مذبح الفراخ وعنده ثلاجه مجمدات كبيره جدا، ده راح قدم له نفسه بشكل طبيعي جدا وقال له انا فلان الفلاني وعندي مزرعه كلاب، محتاج منك امر توريد بفراخ معينه بمواصفات معينه بسعر قليل عشان خاطر انا هتعاقد معاك طول العمر، وهبدأ ان انا اتعاقد معاكم بشكل شهري، وعايز اديك عربون لاول دفعة شهرية، فحضرتك لو انت ناوي تنورني في المزرعة فاوكي مفيش مشكلة. كان قريب من الارض. قال له خلاص يا فندم ان شاء الله بكرة هكون عندك. راح له بكرة دخل المزرعة عادي جدا، اتفضل شربه كوبايه الشاي اللي فيها المنوم، صحي كتفه اعترف قال له نفس اللي قاله للتانيين، حطه في الجهاز اتفضل شكرا للتحية. الموضوع بسيط جدا. العربية بتاعته وداها فين بقى؟ راح باعها خردة شكرا. يعني راجل جاي لك جاي يكتب معاك ديل، انت غفلته طرقعته، بدل ما ياخد منك فلوس انت خدت روحه، بدل ما يرجع بالعربية ويحط فيها بنزين انت خدت منه العربية. انت مفيش منك اتنين يا سولي. اما الرابع اللي هو كان تاجر سيارات ودلوقتي بقى سمسار، واهم حاجه في حياته انه مدمن قمار. ده شخص ما بيعملش حاجه في حياته غير انه يقعد قدام المحل بتاعه يبيع يشتري ويروح يلعب قمار. ده بالنسبه لسولي صعب جدا انه يستدرجه، ولكن الشنطه اللي لقاها مع صاحبه التاني اللي كانت مليانه الفلوس خدها معلم وراح لعب بيها قمار حوالي شهر، كل يوم يروح ويخسر يروح ويخسر، والتاني بيكسب بقى مبسوط جدا انه بيكسب. فيا سلام الراجل ده انا حبيته، بدأ يصاحبه وبدأ يقرب منه بشكل دايم. دول قرر انه يعزمه عنده في المزرعة، ولكن عزمه بطريقة جامدة جدا. قال له انا عندي صحابي عايز اعرفك عليهم بنلعب وعلى مبالغ اكبر من كده بكتير، وانا بالنسبة لصحابي دول انا اكتر واحد حريف. وهو بيقعد قدامه يخسر، قال لما ده اكتر واحد حريف صحابه التانيين يبقى ايه بيخسروا ازاي، اروح اكسب. عامل حسابه انه هيروح هيحلبهم مش هيسمع عليهم. راح له المزرعه فطلع يستقبله على الباب، قال له تعالى يا معلم اتفضل، ودخله جوه وقعدوا مع بعض في الاوضه، وقال له للصحاب زمانهم جايين في الطريق تشرب ايه؟ قال له اشرب ويسكي. جاب له الويسكي فيه المنوم، نومه خدره، صحي من النوم قال له نفس الكلمتين، عرفه بنفسه انا ابن فلان الفلاني اللي انتوا عملتوا فيه 1 و2 و3 و4، وقام ماسكه منزله. قرر انه يروح مشوار ويرجع، لان كان في حد على باب المزرعه اليوم ده، حد بيخبط جامد جدا، فسابه
هو لسه ما اتفرمش كله وخد بعضه وطلع، فلقى حد عنده مشكلة، كلاب تعبانة، كلب جاله مرض، فهو طلع مع الناس يروح يعالج الكلب، وهو جري معاه على طول عشان يمنعه انه يخش المزرعة، مش عايز يوريله ان في جريمة جوه، ان في حاجة بتحصل جوه مش مسموحة. فقام قافل الباب وقال له انا جاي معاك دلوقتي يلا بينا، وخد بعضه وركب مع الناس العربية. والمفاجأة ان الكلب اللي كان تعبان ده كان مش بتاعهم، كان بتاع قرايبهم اللي في محافظة تانية، طريق ليها حوالي 4 ساعات، 4 ساعات رايح و4 ساعات راجع. الكهرباء قطعت في المزرعة، ودي اللي لبست سولي في حيطة، وبالصدفة مش لبسته جريمة، لبسته صدفة. الصبح طلع من هنا يا معلم في اتوبيس سياحي معدي من قدام المزرعة، عطل الاتوبيس، عطل قدام المزرعة، نزلوا وتصوروا. فواحد ومراته كانوا قاعدين في الاتوبيس من فوق، فواحد بيصور مراته وكام صورة بكاميرا كويسة، فالكاميرا قوية جدا. وبعدين الاتوبيس والسياح اللي فيه خدوا بعضهم وروحوا وسطوا مكانهم. سولي رجع مزرعته، مفيش اي حاجة، المفرمة فرمت يا معلم الراجل وكله تمام، ولكن فترة ما كان الاتوبيس واقف المفرمة ما كانتش لسه اشتغلت، الكهرباء ما كانتش لسه رجعت، فكان لسه في اثر لرجل الشخص موجودة في المكنة. فالشخص اللي كان بيصور مراته في الاتوبيس وهم قاعدين بيقلبوا في الصور شافوا حاجة غريبة، عملوا زوم 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 لحد ما لقوا حاجة مش فاهمينها، في رجل بني ادم في الصوره، في مكنه، في حاجه غريبه. لسوء حظ سولي ان الست اللي كانت متصوره الصوره دي اخوها محقق جرايم من العيار التقيل في البلد دي. اكلوا عن الصوره، وروا له الصوره بالتفصيل، قال لهم خلاص ما تشغلوش بالكم، وراح بنفسه قرر انه يكشف على المكان ويعرف ايه اللي بيحصل، وعايز يشوف ايه المكنه دي وايه اللي كان فيها، بس حب يحقق او يقدم نفسه بصوره غير مباشره. فلما راح كان عايز يعمل فيها زبون للمزرعه، وكان معاه كلب صغير، حاول ان هو عايز يروضه، قال لك انا جديد في الكلاب وما عنديش اي معلومات عن الكلاب. فشاف المكنه قال له ايه المكنه دي، ايه اللي فيها؟ قال له المكنه دي احنا جايبينها عشان بنفرم فيها الفراخ عشان بناكل الكلاب احسن اكل عندنا في المزرعه، ما ينفعش ناكلهم اكل فيه دبان مش عارف ايه، وبنديهم الاكل عباره عن وجبات صغيره، فراخ مفرومه يا دوبك الجرعه تشبع الكلب. طبعا هو ما كلش معاه الكلام ده، انا اصلا جاي انصب لك الخيه، وهو راجع لقى نقطه دم على المكنه، ايده كده خدها وقام راجع بيها على الاسم الشرطة او المركز بتاع البحث الجنائي اللي شغال فيه. فحص عينة الدم واكتشف انه دم بني ادم. بعد العينة دي اتأكد 180% ان اللي بيتم فرمه في المكنة دي بعد الصورة اللي شافها ان هنا بيتم جريمة قتل كبيرة. وقرر وهو والمحققين زمايله ان هم يتبعوا خيط من اول المزرعة والشخص ده، ويبدأوا يتتبعوه ويعرفوا خط سيره ويراقبوه عشان يمسكوه متلبس. اثناء متابعتهم ليه اكتشفوا ان هو كل اسبوع بيروح السجن يسأل عن شخص معين، لا بيروح اي مكان تاني ولا حتى بيروح يشتري طلباته، هو مقيم في قلب المزرعة، واحد شغال معاه بيبعته يجيب كل حاجة. المشوار الوحيد اللي بيطلعوا من المزرعة انه بيروح يسأل على شخص معين في سجن في الولاية بتاعتهم. وقرروا ان هم عايزين يعرفوا مين الشخص ده وايه صلته بده. لما اكتشفوا ملقوش اي صلة تربط الاتنين نهائي. فضلت المراقبة دي لمدة 6 شهور لحد ما الشخص المسجون ده طلع. اكتشف ان سولي راح قبله من قدام باب السجن وخده وركبه معاه، روح بيه على المزرعة، ولكن دخل بيه المزرعة متخدر نايم تماما. وسولي بعد ما خد الراجل ده من قدام باب السجن وراح بيه المزرعة، الشرطة اقتحمت المكان، ومش الشرطة كلها يعني، عربيتين كده تبع المحققين وعربية تنفيذ دخلوا على سولي، احنا فلان فلانيين، ورينا مين اللي معاك. بيصحوا لقوا الراجل متخدر، الراجل ده متخدر ليه؟ الراجل ده لسه خارج من السجن، احنا بنراقبك، احنا مش عارف ايه، تعالى. خدوهم الاتنين على الاسم، تعالى يا معلم نعرف مين انت، مين انت، ايه اللي بيربطكم ببعض، احنا شاكين في الامر بتاع الراجل ده. في تحقيقات وفي تحريات قوية جدا تمت مع الاتنين، ولكن سؤال بسيط هو اللي فهمنا وفهمهم برضو ايه اللي حصل بالتفصيل. لما الراجل اللي كان مسجون قال هو مين سولي ده، فقال له ده سولي فلان الفلاني، ابوه فلان الفلاني. قال لهم فلان الفلاني ده اللي انا متهم بقضية قتله، اللي احنا كان لينا عنده فلوس، ولما جينا كلمناه وبنطالبه حصل بينا مشادة واختلفنا، فكده الراجل ده بياخد بطار ابوه. طب الناس التانية اللي كانت معاك في الجريمة مين؟ قال لهم الاسماء بتاعت 4
اصدقائه، عملوا عنهم تحريات لقوهم مختفيين واهلهم مبلغين عن اختفائهم. رجعوا لسولي واجهوه بالكلام ده، قال لهم حصل، انا اللي قتلتهم، انا اللي قتلت الاولاني وعملت فيه 1 2 3 4. قال لهم التاني عملت بيه الطريقه الفلانيه، حكى لهم عن جرايمه بالتفصيل، ومش شايف نفسه غلطان، شايف نفسه ان القانون ظلمه وان القانون ده افشل حاجه في الدنيا، ولكن هو قرر ينفذ القانون ولكن بطريقته. وجهة نظرك ايه في ان سولي مش شايف نفسه غلطان نهائي وشايف ان اللي عمله ده حق مكتسب ليه؟ انا شخصيا لا اؤيد سولي نهائي، ولكن في بعض الاشخاص في تايلاند ايدوا سولي لان القانون عندهم بيمشي بسياسات مش موجهة للعدالة بشكل تام، في ثغرات قانونية بيتم استخدامها عشان يخلوا المجرم بطل ويخلوا البطل مجرم، وكانت الآية مقلوبة في الوقت ده في تايلاند. هل تخيلت ان المكنة دي ممكن يتم ارتكاب بيها جريمة، ولا مجرد فيديو احنا بنتفرج نبص عليه بنحاسب اوعى تخبط وشك، اوعى الحق ده فرمت انبوبة، الحق احنا بنبص عليه كده؟ هل فكرت انه ممكن يستخدم في جريمة قتل او اداة في اخفاء ادلة جنائية؟ مستني رايك في التعليقات هنا، وبفكرك للمرة الاخيرة انك ما عملتش اللايك بتاعك والسبسكرايب بيهمني جدا. انا اسلام الدولي، واستناني في قصة جديدة الاسبوع الجاي. سلام.